ممكن تعمل منه كل ده. وفجأة بتخلص سيرينا جزء تاني من الغبار الازرق وبتحوله لبنفسجي، وبتقدر من خلاله انها تتحكم في الرياح. فبتبدأ تنة انها تخاف عليها وبتقول لها ان اللي بيحصل ده كله خطر وانها لازم توقف كل ده. وفجأة بيقع الغبار اللي هي عملته سيرينا على نبات صغير، فبيهز المكان كله وبيكبر النبات وبيتضخم حتى انه بيطلع في المدينة كلها وبيدخل البيوت والمباني، وحتى بيخبط في مديرهم الجني جاري اللي بيلاقي قدامه الغبار اللي عملته سيرينا. لما بتخرج بسرعة سيرينا وبتشوف اللي حصل، بيجي الجن جاري وبيزعق لها وبيرفضها وبيقول لها انه حذرها كذا مرة ما تلعبش بالغبار المسحور لان ده خطر عليهم. فبتلم سيرينا حاجتها وبتقرر انها تمشي. وبعد مرور سنة بيقوموا بمهرجان الفصول الأربعة، وبيتحمسوا الجنيات جدا في دخول المسابقة، وبتنشغل تنة في إصلاح العربية اللي هتركبها الجنيات في المسابقة. وبتبدأ بعد كده المسابقة وبيتحمس الحضور، ولكن واحد منهم اسمه كلينك بيقوم علشان يدخل الحمام، وبيدخلوا الجنيات العرض الأول. وفي الوقت ده بتدخل سيرينا عليهم ومعاها مجموعة من الزهور، وبينزل منها غبار لون وردي بينيم كل الموجودين ما عدا كلينك اللي بيرجع وبيبقى مش فاهم ايه اللي حصل، وبيسمع صوت الجنيات جوه العربية محبوسين، فبيخرجهم منها بسرعة. وبيندهشوا كلهم لما بيلاقوا كل الناس نامت. وبتسأل الجنيات كلينك اذا كان شاف سيرينا، فبيعرفهم ان هو شافها فعلا عند المستودع اللي فيه الغبار الازرق المسحور. فساعتها اول ما بيروحوا بيتصدموا ان الغبار الازرق كله اختفى من المكان، فبيترعبوا الجنيات لان الشجرة المسحورة عمرها ما هتقدر تصنع غبار سحري من غير الغبار الازرق اللي بيحفزها وبيقويها. وفي نفس الوقت الجنيات ممكن ما تقدرش تطير من غير الغبار ده، فبتقرر تنة ان هي تاخد باقي الجنيات ويروحوا يدوروا على سيرينا. وبتؤمر كلينك ان هو ياخد باله من الجنيات خصوصا جنيات الشتاء لحد ما يرجعوا. وهم في طريقهم كده بتقول الجنية ان الغبار الازرق بيبقى قوي جدا وليه اضاءة قوية، ولو قدروا يحددوه هيعرفوا يوصلوا لسيرينا. وفجأة بيلاقوا مركب صغيرة عليها قراصنة ومعاهم الغبار الازرق ورايحين على سفينة ضخمة. وبيفهموا الجنيات ساعتها ان القراصنة دول خطفوا سيرينا، فبيروحوا بسرعة على المركب وبيستخبوا على الطرف بتاعها. وبيسمعوا القراصنة وما بيتكلموا، وفجأة بيلاقوا سيرينا واقفة وسطهم وبيقولوا ليها يا قبطانة. فبيعرفوا ساعتها انها مش مخطوفة ولا حاجة، وان دي اصلا فكرتها من الاساس وهي اللي ماشية القراصنة دول، فبالتالي هي مش محتاجة حد ينقذها. وبتزعل تنة جدا وبتأمر باقي الجنيات انهم يركزوا مع الغبار الازرق علشان يقدروا ياخدوه ويرجعوا على المدينة بتاعتهم. وبتنجح الجنيات ان هم ياخدوه فعلا، ولكن سيرينا بتجري وراهم وبتطلب منهم انهم يرجعوا الغبار. فبتسألها تنة هي عملت كده ليه من الاساس وليه خطفت الغبار.